كما قلت لكم رجال اعمال يسيرون المغرب بحال الشركه، وحتى الشركه فيها النقابه وفيها، هنا ما كاين حتى حاجه وتسكت. شراو الاعلام، شراو الصفحات، شراو المدونين، داروا لهم خلصه. لاول مره غنقول لكم ان قبل الانتخابات اللي كانت ديال 2021 كنت غنتقدم الانتخابات الجماعيه، وعيطوا عليا شي ناس وقالوا لي رضا غتنسحب من الانتخابات وما غدويش على اخنوش، وحنا غنديروا لك واحد الخلصه فيها 20,000 درهم، والا كان شي جهه بغات تحقق معايا انا نعطيهم الاسماء وفين الاجتماع كان وفي كل شيء وجهه معروفه. 20,000 درهم شهريا تبقى توصلك. اولا ما دازت عليها يمكن واحد يومين 3 ايام عيطت لي واحد السيده في مدينه الدار البيضاء، سي طوجني لاباس بخير، هذا عندك واحد الموقع الكتروني اييه غادي نعطيوك تقريبا 1,700,000 يعني 170 مليون، 1,700,000 درهم اشهار سنويا غتوصلك، وراه غيعيطوا عليك ناس اخرين وغادي تاخذ الاشهارات وخدم مع راساتك، ولكن بشرط ما تقدمش انتخابات واخنوش ما تدويش عليه. نزيدكم وكانوا اقتراحات اخرين ورفضت هادشي كامل. شحال الفلوس في الوقت اللي كل شيء انا نقول لكم بدون استثناء ثمن اللائحه توصلت بها، ماشي توصلت بها، كندوي مع واحد الصديق ووريني اللائحه ديال الصحفيين والصفحات وداك الشيء اللي دايرين لهم دي سالير. بقيت كنشوف كنقول لا حول ولا قوه الا بالله. كان بامكاني نشد 2 المليون شهريا توصلني ونشد ملايين الدراهم ونبدا نكذب انايا وصافي وندخل في الخط والصلاه على النبي.